السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة عن الجمع في اللغة الألمانية. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. الجمع في اللغة الألمانية ملوش شكل ثابت أو قاعدة ثابتة بنمشي عليها في كل الكلمات. في الإنجليزي مثلا الجمع بنضيف له اس في معظم الكلمات في الإنجليزي، لكن في الألماني ليه أكتر من شكل. لكن في قواعد أو أنواع بتساعدنا نحفظ جمع كل كلمة جديدة بنحفظها. طبعا أداة الجمع دي أداة ثابتة في كل الكلمات. الجمع بتبقى أداتها دي. أنواع الجمع الأساسية بنغير حرف في الكلمة أو بنضيف حروف للكلمة. فأول نوع الجمع بإضافة حرف الإيه لآخر الكلمة، وده معظم الكلمات اللي أداتها مذكر اللي أداتها دير بتاخد الجمع بإضافة حرف الإيه. زي كلمة دير تاج اليوم، الكلمة مذكر أداتها دير فبنضيف حرف الإيه لآخر الكلمة فيبقى الجمع بتاعها دي تاج. أو كلمة دير هوند الكلب مذكر فبنضيف حرف الإيه لآخر الكلمة فتبقى الجمع بتاعها دي هوند الكلاب. أو كلمة دير تيش الطاولة أو الترابيزة أداتها دير مذكر فالجمع بتاعها نضيف له إيه لآخر الكلمة فتبقى دي تيشة الترابيزات. النوع التاني من الجمع بنضيف له إن أو إيه إن، وده بيبقى في معظم الكلمات المؤنثة اللي أداتها دي. زي كلمة دي فراو المرأة، الجمع بتاعها دي فراون ضفنا لها اي ان لان الكلمة مؤنثة اداتها دي. كلمة دي بلومة الزهرة مؤنثة بس اخرها ايه فبنضيف لها حرف الان بس فتبقى الجمع بتاعها دي بلومن الزهور. وكلمة دي لمبة اللمبة اداتها دي والكلمة اخرها ايه فهنضيف لها حرف الان في الجمع فتبقى دي لمبن اللمبات. او كلمة دي تاشة الحقيبة اخرها ايه واداتها مؤنث دي فهنضيف لها حرف الان يبقى الجمع بتاعها دي تاشن الحقائب. او دي موتى الام اداتها مؤنث دي فهنضيف لها حرف الان تبقى دي موتان الامهات. النوع الثالث الجمع باضافة ايه وده غالبا مع معظم الكلمات بتاخد أداة المحايد النويتروم داس. زي كلمة داس كيند الطفل أداتها داس المحايد فالجمع بتاعها نضيف له ايه فيبقى دي كندا. أو كلمة داس بيلد الصورة أداتها محايد داس وهنضيف لها ايه في آخر الكلمة تبقى دي بيلدا الصور. وفي بعض الكلمات بنغير الحرف المتحرك أو حرف العلة بنضيف له أوملاوت. زي das Wort الكلمة الجمع بتاعها بيبقى دي فوتا ضفنا لها اي وحطينا اوملاوت على حرف الاو. النوع الرابع وهو الجمع بإضافة حرف الاس، وده بيستخدم مع الكلمات الجديدة أو الكلمات الأجنبية المستعارة يعني المقتبسة أو المتاخدة من لغات تانية. أو الاختصارات زي مثلا كلمة داس أوتو جمعها دي أوتوس ضفنا لها اس في الآخر لأنها كلمة مستعارة أو مقتبسة من لغات تانية زي اللغة اللاتينية. كلمة دير باك الحديقة جمعها دي باكس الحدائق. أو كلمة داس هاندي تليفون جمعها دي هاندز التليفونات. أو الاختصارات زي كلمة تي فاو اللي هي كلمة تي في بالإنجليزي فبنضيف لها حرف الاس لأنها مختصرة ومقتبسة من اللغة الإنجليزية. الجمع بتاعها بيبقى تي فاوس ضفنا لها اس في الآخر. أو كلمة فوتو يعني صورة الجمع بتاعها دي فوتوس. أو كلمة داس فوتو يعني صورة الجمع بتاعها دي فوتوس. أو دي كاميرا الكاميرا الجمع بتاعها دي كاميراس. كده الكلمات الجديدة أو الكلمات الأجنبية المستعارة المقتبسة من لغات تانية أو الاختصارات بنضيف لها حرف الاس في الجمع. النوع الخامس بيبقى الجمع بدون تغيير في الكلمة، بيبقى الكلمة في المفرد وفي الجمع بنفس الشكل. زي كلمة دير ليرة المعلم الجمع بتاعها دي ليرة نفس الحروف ما اتغيرتش بس بنعرفها من الأداة ومن تصريف الفعل بعدها. كلمة داس فينستا الشباك جمعها دي فينستا الشبابيك، وده غالبا بيبقى مع الكلمات اللي آخرها اي زي كلمة لغة أو اي ال أو اي ان أو لاين. زي كلمة داس ميتشن الجمع بتاعها دي ميتشن.
الفتيات جمع فتاة، لأن هنا الكلمة آخرها AN فما غيرناش حاجة في الجمع بتاعها. أو كلمة der Onkel العم، الجمع بتاعها die Onkel الأعمام. أو كلمة der Wagen العربة، جمعها die Wagen العربات. هو الجمع بتغيير أو إضافة الأملاوت فقط. في كلمات ما بنضيف لهاش حروف لكن بنضيف لحرف العلة فيها أملاوت أو الحرف المتحرك فيها أملاوت، زي كلمة der Apfel التفاحة، الجمع بتاعها die Äpfel التفاح، ضفنا أملاوت لحرف الآ. وكلمة der Mantel البلطو، الجمع بتاعها die Mäntel، ضفنا أملاوت في حالة الجمع. في كلمات بتبقى شاذة زي كلمة der Mann، الجمع بتاعها دي منع. هنا خدت حاجتين، إضافة ال A في آخر الكلمة وضفنا أملاوت لحرف الآ، دي منع الرجال. أو كلمة der Gast الضيف، جمعها دي جست، هنا ضفنا لها A في آخر الكلمة وضفنا أملاوت لحرف الآ. أو كلمة der Sohn جمعها دي زونا، ضفنا أملاوت لحرف الأو وزودنا A في آخر الكلمة. فالقواعد دي بتسهل عليك حفظ معظم الكلمات الجمع في اللغة الألمانية، لكن في كلمات بتشذ عن القاعدة دي أو أسماء بتبقى شاذة، فبنحفظ كل كلمة بالجمع بتاعها، لكن الأنواع دي أو القواعد دي بتسهل عليك حفظ معظم الكلمات. وفي اللغة الألمانية كلمات دايما جمع ملهاش صيغة مفرد من نفس الكلمة، زي كلمة دي إلتان الوالدين، على طول بيعاملوا في الجملة معاملة الجمع. لكن لو عايز تفرق ما بينهم الأب لوحده والأم لوحدها فدي كلمة لوحدها ده فاتا، دي كلمة لوحدها دي موتا، الأب لوحده والأم لوحدها. لكن كلمة دي إلتان نفسها ملهاش مفرد. أو كلمة دي لويتا الناس، لو عايز تتكلم عن فرد واحد أو إنسان واحد هتقول دا منش، لكن دي كلمة تانية. لكن كلمة دي لويتا ملهاش صيغة مفرد. وفي كلمات العكس، هي كلمات مفرد لكن ملهاش صيغة جمع لأنها أسماء غير معدودة، زي كلمة ديت سايت الوقت، كلمة الوقت في العموم ملهاش صيغة جمع لأنها اسم غير معدود. أو كلمة داس جلد المال، دايما بتعامل في الجملة معاملة المفرد ملهاش صيغة جمع. لكن لو بتتكلم بالتحديد عن عملات معينة، الجنيه زي بفوند أو دولار ليها جمع، لكن كلمة داس جلد المال في العموم دايما بتبقى في صيغة المفرد وملهاش جمع. أو كلمة ديت سايت الوقت كلمة مفرد وملهاش جمع، لكن لو بتتكلم عن الساعات أو الدقايق بيبقى ليها جمع. لكن الوقت في العموم كلمة مفرد دائما ملهاش صيغة جمع. ممكن ناخد أسئلة على الدرس عشان نتأكد من فهم وحفظ الدرس. كلمة der Hund الجمع بتاعها هوند ولا هوندن ولا هونس؟ الجمع بتاعها صح هوند، لأنها كلمة مذكر أداتها دي، في الغالب بنضيف حرف ال A في آخر الكلمة. كلمة دي فراو الجمع بتاعها فراو ولا فراون ولا فراو؟ صح الجمع بتاعها فراون، لأنها كلمة مؤنثة بنضيف لها AN في آخر الكلمة في حالة الجمع. أو داس كيند الجمع بتاعها كيند ولا كيند ولا كيندا؟ صح كيندا، لأنها أداتها داس المحايد فبنضيف لها AR في آخر الكلمة في حالة الجمع. أو داس فوتو جمعها فوتن ولا فوتوس ولا فوتوا؟ صح فوتوس، لأنها كلمة مستعارة أو مقتبسة من لغة تانية وبنضيف لها حرف الإس في الجمع. زي الإنجليزي كلمة دير ليغا الجمع بتاعها ليغان ولا ليغاس ولا ليغا؟ صح ليغا، لأنها من الكلمات اللي ما بتتغيرش في حالة الجمع، شكل الكلمة أو حروف الكلمة في المفرد زي الجمع. وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة وعرفنا أنواع الجمع في اللغة الألمانية. هسيب لك في الوصف ملف PDF فيه ملخص الدرس ولينك تفاعلي فيه أسئلة على الدرس عشان تتأكد من فهمك وحفظك للدرس، وهسيب لك قائمة الدروس الكاملة لمستوى A1 تحت في الوصف عشان تبدأ المستوى من الأول وتبدأ الدروس بالترتيب. أشوفك على خير الدرس الجاي إن شاء الله. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.